رجل قصير القامة. رجل وضع الدنيا بخلف ظهره واكتفى منها. فمن هذا السيد؟ هذا الذي يساوم ببشاشة صاحب عربة الفواكه. كان في زمن مضى تقدر ثروته بملايين الدولارات، بل إنه غمامة ملبدة بالمال تسبح فوقه أينما خطت خطاه، وبإشارة من أصبعه تنهمر الأموال. هذا المخلوق اللطيف بسببه وأقرانه كاد الاقتصاد المغرب أن يصل للموت السريري. إنه أحمد بونقو، الملقب بحميد الديب. اسمه الحقيقي أحمد بونقو، ملقب بحميد الديب، رجل فاحش الثراء يعيش في مدينة طنجة، ومنها يدير مشاريع كبرى تابعة له. ليس مجرد رجل غني يفيض بالمال، بل جمع بين المال والنفوذ والقوة، وعرف بشمال المغرب على أنه الرجل القوي الذي لا يرد سائلا أتى إليه طلبا للمساعدة كيفما كانت. ففي عيد الأضحى على سبيل المثال يشتري الأضاحي للمعوزين ويقدم هبات ضخمة للفقراء. وهكذا بات حميد الديب أشهر شخصيات طنجة والشمال المغربي. أكثر من هذا، فقد أنجز الديب مشاريع عملاقة صرف عليها أموالا طائلة، مثل رياض تطوان في طنجة، بل وتجاوز المشاريع المدنية ليصل لمشاريع في العادة لا تقدر عليها سوى الدولة. وأنجز حميد الديب طرق وساعد في بناء مرافق تابعة للدولة. وقوة الديب لا تنتهي هنا، بل وصلت به نفوذه إلى القبض على المجرمين وتسلمهم للأمن. لا، ليس هذا فقط، فإن رجال حميد يسيطرون على منطقة كابس بارتي البحرية المطلة على القارة الأوروبية، ويقبضون على المهاجرين السريين ويسلمونهم للأمن. هنا نفهم أن حميد الديب له علاقة مع كبار رجال الدولة في الشمال المغربي. يبقى السؤال: من أين صنع حميد ثروته؟ والأدهى نفوذه الغير مسبوقة. إنها التجارة الدولية بالمخدرات يا ابن بابا. الديب يتزعم مافيا التجارة الدولية بالمخدرات في الشمال المغربي. وما أدراكم ما هي المافيا المغربية المرتبطة بالمخدرات؟ إنهم يسحقون الأرواح كما تسحق أعقاب السجائر على قارعة الطريق. لا أحد يعرف كيف بدأ حميد في الميدان اللقانوني وكيف وصل إلى هذه المكانة. المعروف أن اسمه ارتبط بالتجارة بالمخدرات منذ أواخر السبعينات، في زمن المخدرات الجميل. تجاهل فيها الملك الحسن الثاني شمال مملكته لأسباب كثيرة، فصار الشمال مرتعا لتجار الممنوعات وأرض خصبة لتبييض الأموال، وازدهر هذا وذاك مع فساد رجال الأمن في حافة المغرب. وكان الديب أحد من لعب دورا تحديدا عند حافة البلاد في الشمال المغربي. انتفض البصري مرعوبا من غضبة ملكية قد تعصف به وبرجاله المشكوك فيهم بالتواطؤ، وبدأ حملة اعتقالات واسعة وغير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد، وبالأخص في الشمال. وصفت بعملية التطهير، فيا له من تطهير وكيف يكون في زمن البصري. أيام قليلة من بدء عملية التطهير، 3 رجال يطرقون باب شقة حميد الديب في طنجة. قدموا أنفسهم على أنهم من الشرطة، فقاموا بمسح الشقة وطلبوا من حميد مرافقتهم. وهكذا غادروا بالرجل القوي إلى وجهة مجهولة، وانتهت أسطورة الديب إلى الأبد. 2003 حميد يغادر السجن بعفو ملكي بعد أن قضى فيه 7 سنوات بتهمة التجارة الدولية بالمخدرات، ليجد أغلب أملاكه قد تم الحجز عليها. قد اقتربت من 40 مليون دولار، مشاريع ضخمة وأموال في المصارف انتهت بحوزة الدولة. ثم نفض حميد من المال والنفوذ ولم يترك له. عاد بعض الأراضي والشقق يستحضر حميد بعد يوم القبض عليه أنه نقل من طنجة إلى مدينة قنيطرة للتحقيق معه لمدة 17 يوما في مخافر الشرطة. وكانت الاتهامات ثقيلة، منها التجارة الدولية بالمخدرات ومحاولة زعزعة الاقتصاد المغربي بمعية باقي كبار مبيدي الأموال، وشكايات من دول أوروبية ورد فيها اسم حميدو، وهذا دون إثبات ضلوعه في عملية التصفية الجسدية. ووقع على المحضر دون قراءته، لم تشفع له نفوذه ولا ماله، وقد قرر وزير الداخلية إدريس البصري التخلص منه. وكذلك كان، وحكم حميد الديب عام 1996 ب10 سنوات سجنا نافذة، قضى منها 7 سنوات وخرج بعفو ملكي. وإلى اليوم ما يزال حميد يتهم إدريس البصري أنه ظلمه وأخذ رزقه دون شرع معلوم. حميد لم ينفي التجارة بالمخدرات، ولكنه يصر أن عائدة التجارة الممنوعة لا تتجاوز 20% من ثروته.
ثم لم تجد الشرطة غراما واحدا من الممنوعات بحوزته أثناء التحقيق معه، وكل الاتهامات أسندت إلى تقارير لا أكثر ولا أقل. هكذا يدافع الذئب عن نفسه، ويزقة طنجة يسير بهدوء ويلقى احتراما من معارفه، فلم يسبق أن عاد أحد من بابه خائبا. قرر في آخر أيامه الاعتكاف في المساجد وذكر الله الواحد الأحد الذي يعرف حكايته الحقيقية